احنا بنصور. يلا السلام عليكم شباب، الاخبار عاملين ايه؟ طبيخ الاكل الدايت. ناس كده جدا بتبعت رسائل او بتحط كومنتات، والله باكل اكل صحي ومش بخس، والله باكل اكل نظيف ومش بخس. الفكره كلها في المقدار اللي بتاكله، سواء بتاكل اكل نظيف او صحي ولا ما بتاكلش اكل صحي. الفكره كلها في المعايير. ما انا ممكن اعمل 4 بيضات دلوقتي مثلا، ممكن اعملهم السعرات الحراريه بتاعتهم يبقوا عاليه جدا، اللي هم 4 بالصفار بتاعهم. ممكن اخد الصفار بره واعمل بس بياض البيض، السعرات الحراريه الاجمالي بتاعها هيقل. ممكن استعمل الرش دوت وانا بطبخ. الرش دوت ما فيهوش سعره حراريه خالص، فممكن امسكه هنا واعمل زي ما بعمل، على قد ما اعمل في الصينيه ده ما فيهوش اي سعره حراريه خالص. ممكن استعمل زيت الزيتون، حلو الكلام، زيت الزيتون، واحط. وانت بتحط الحاجات دي بتحط المقدار قد ايه؟ انت مثلا في زيت الزيتون معرفش من رقم يعني من على دماغي يعني، بس مثلا ده الزيت تاني مثلا اللي هو الام سي اويل دوت، ال1 تيبل سبون فيها حوالي 130 سعره حراريه. فانت لو حطيت بس 1 تيبل سبون اللي هي الصغيره، مش حتى مش المعلقه الكبيره بتاعتنا، لا التيبل سبون الصغيره، لو مليتها ده 130 مثلا في الافريج ده، ما بقولكش ان هو مش صحي، ما بقولكش الكلام ده مش صحي، بس لازم تحسب الحاجات دي. ما انت ممكن تحط كتير، وانت ممكن تحط مقدار 3 4 معالق وانت مش واخد بالك، عشان ما بتوزنش، عشان ما بتقدرش، وفي نفس الوقت ما بتحسبهمش في السعرات الحراريه بتاعت اليوم. فمش معنى ان انت بتاكل اكل صحي، بالذات الناس اللي عايزه تخس، طبعا الناس اللي عايزه تزيد بتزود السعرات الحراريه، بس برضو لازم تحسب عشان تعرف انت بتزيد قد ايه، او عامل حسابك على قد ايه. فمش معنى ان انت بتخسس ان انت بس تاكل اكل صحي وخلاص، لا لازم تحسب. بقولكش تحسب كل يوم، بس يكون عندك خلفيه، مثلا تحسب يوم كامل وتعرف مثلا انت بتحط قد ايه زيت، بدل ما تحط في الصينيه. ان انت لو مسكت علبه الزيت وحطيت وعملت لهم ميجر، استحاله يطلعوا 1 تيبل سبون، استحاله. ممكن يطلع اكتر من كده، ممكن 2 3 4. بس انت لو حجمت نفسك وابتديت بقى تتحكم في المقادير والحاجات دي كلها، هتعرف. نفس النظام في الاكل، اعرف انت بتاكل ايه، واعرف ايه السعرات الحراريه اللي جواها. خش على جوجل، اضعف الايمان، خش على جوجل واكتب مثلا سعرات حراريه في البيض، سعرات حراريه في البياض البيض، سعرات حراريه في البيضه كامله. معظم المواقع في فرق ما مثلا 5 6 سعره حراريه. مش دي اللي يعني، بلاش من رايي الشخصي يعني، دي تعتبر تفاهه. لما تسال مثلا هي فيها 20 ولا فيها 18، مش يعني مش هما الاثنين دول اللي هيفرقوا معاك يعني. فما تحاولش تصعب على نفسك، بس حاول تدور في المواقع دي، تحاول تعرف انت بتاكل مثلا، انت الدايت بتاعك اللي مكتوب لك او اللي انت عامله لنفسك الدهون فيها قد ايه. طب ما انت ممكن خلاص لو الدهون مفتوحه مثلا معاك بتاكل 4 بيضات كاملين، ما انت الدهون كويسه جايه منها. سيبك بقى من الكوليسترول والحاجات دي، ما بتكلم في الموضوع ده تاني خالص. انا بتكلم في موضوع السعرات الحراريه، ما بتكلمش من ناحيه الكوليسترول ولا المفيد ولا مش مفيد، ان الحاجات دي كلها سنه بيبقى مفيده وسنه ما بيبقاش مفيده. انا بتكلم في السعرات الحراريه. انت والله ممكن يكون الدهون بتاعتك انت اوريدي خدت الدهون الكفايه اللي عندك، وعايز تاكل بيض، فهتاكل بياض بيض عشان السعرات ما تبقاش عاليه والدهون تبقى اقل، وتاخد برضه نسبه البروتين. فحاول تلعب بالنظام الغذائي بتاعك، بس اهم حاجه، اهم تخس او بتزيد. انا بشوف جدا الرسائل دي، والله باكل اكل صحي وما بخسش. انت للاسف ما بتحسبش السعرات الحراريه، وممكن بتكون تاكل ازيد من اللي جسمك محتاجه. مش عايز اطول عليكم، هعمل شويه بيض عشان اكل، انا فعلا جعان. يلا السلام عليكم شباب.